السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبيب قلبي؟ حبيبة قلبي يا إبا. شكرا لكل الدعم، اللايك والديسلايك. النهارده هنتكلموا في موضوع كده ايه، بما اننا بقى ميري كريسمس والسنة الجديدة وبتاع. المفروض بلدنا دي دولة إسلامية فيها أقباط، فكانت قبطية وتحولت دولة إسلامية أو الاتنين مع بعض. دونت ميكس، يعني واخدين بالكم؟ خلال الجمعة دي هتشوف اللي عمرك ما شفته، ولا تقول لي بقى اسلام ولا قبطيه ولا مله موجوده في البلد. كل برنامج هتلاقيه مستضيف لك واحد او واحده، والنبي يا عم الشيخ، مش شيخ كمان، ومعانا خبيره الابراج. مش احنا دوله اسلاميه برضك ولا لا؟ انسى بقى، اسلاميه مين وقبطيه مين؟ وان كل حاجه بايد ربنا وقدر الله ما شاء فعل. تعالى بقى ايه، تعالى نكفر شويه بمزاج، نمتع كفرنا. قول له يا اكرم، عارفين فيلم الرجل التاني؟ قول له يا اكرم والموسيقى تخش تن ترارا. كل برنامج عمرو ادي، الولد ابن كريم مختار التخين ده، تمام، محمود سعد، كل واحد مصطاد واحد اهبل كده، تمام. وده الخبير اللي هيقول لنا في 2016 ايه اللي هيتم. ويا جدعان بيشتغلونا وربنا، تلاقي كل واحد او واحده طالعه السنه دي هتبقى فيها مشاكل. لو النبي وحياتكم سمك، بلد فقيره زينا لازم يبقى في دين امها مشاكل، مش محتاجه نباهه. وفي ابراج هتعلى وفي ابراج هتنزل. وبعدين طيب، وبعدين في الاشتغالات واحد على مزايبات، ايه اللي هيحصل؟ حد هيتشير، في ناس هتنجح وناس هتفشل، في ناس برجها هيرمي معاها. المشترى داخل في عطارد وانت طالع من اول السوق كده، بيبقى موقف التكاتك على جنب، ده بيبقى عالي قوي، بيشتغلوا اللي طرقونا، تمام. ويا عيني المذيع كمان، المذيع اللي انت بتبقى واثق في فكره، واثق انه بيجيب لك الناس اللي بيحاورهم وبتاع، بتلاقيه مرة واحدة تحول إلى كائن لزج، كائن كده. عارف انت لما الواحد العيال الصغير بيعمل بيبيع على روحه وبيبقى في الكابلز والبامبرز، كائن كده نتن قاعد بكل سلبية. والسؤال الغبي بقى، هو انت مخاوي؟ خدها مخاوي، تمام. واللي جنك في الأداء كمان إن إيه، المذيع قطع، او المذيعة قطعت للحيوان ده او الحيوانه دي براحه. ولا انا ولا مخاوي ولا حاجه، انا كل حاجه دي قوات خاصه كالسنبق التوهيه. ويكملك بقى رؤيته للسنه. في نجوم هتعمل، وانا شايفه احمد عز هينجح عادي، ما هو ستار موجود. ومحمد رمضان يخلي باله شويه، وانا مش عايز اتكلم اكتر من كده ومش عايز اقول اكتر من كده، تمام. وتلاقي المذيع طب وحمدين السيد حمدين صباحي الملف بتاعه البرج حمدين، لا حمدين هيشوف ايام زي الفل، ولازم يقف مع مصر شويه. كلام سوفسطائي ابن متناكه، كلام اللي عارفين فيلم البيضة والحجر، يعني الاستاذ احمد زكي الله يرحمه، لازم اقول للاستاذ باين ان انت في خوفك وجهلك بالمستقبل بيخليك شخصيه ضعيفه. وتتفرج مثلا واحده زي فاطمه دي، يا نهار اسود، بتاع قناه الفراعين، يا لهوي ياما، فاطمه دي بتقتلني لما بغير كده وتعدي عليا بالليل، يا خرابي، حفله ببلاش بربع جنيه دي. ليه بقى؟ اللي بيتصلوا بيهم افشخانات. الو مساء الخير، ازيك يا فاطمه؟ اهلا يا حبيبتي، اهلا بكس امك، اهلا اللي بعده، ها اتعرفتي؟ ما كناش حاجه، ها قولي. فاطمه انا 27/7 تمام، وهو 17/6. لا بصي بقى، انت جدي وهو طور، تمام، انتوا الاتنين هتقعدوا تنتحوا ببعض وانا مش فاضيه، تمام. انت كحيوان وهو كحيوان، وتبدا الاشتغال. انت بتتصل او انت بتتصلي بالعراف ده، عايزه تعرفي ايه؟ علاقتك بيه، او انت عايز تعرف علاقتك بيها. شيء طبيعي. انا هو مش فاهم حاجه، اقول لك ايه؟ في خلافات،
واحد منكم هيبدا يفكر يسيطر على التاني، اديله الفرصه وبعد كده اسحبها منه. هقعد العب على خيالك، على ضعفك. اي بني ادم، اي بشر يخلقه ربنا في خلافات بينه وبين شريك حياته، انما احنا لا. ساب العيل بيتصل 17 20 تمام. واللي بيجنني بقى ايه؟ يعني ايه؟ بيفشخني انا بقى، اللي هو حوده بقى اتكسرت حتتين. لا واحد طالع بيتصل، الو مش عارف مين، انا بالنسبه للرزق قول لي برجك. انت في معاناه فعلا. ما خلاص هو واعي الزبون، سلم رقبته زي الحمار. رزق يا ابني المتكه اللي بتسال عليه. وهي على طول لا ده انت عطارد ناري، عطارد ناري. لا قافل شويه رزقه. الرزق بتاع ربنا يا كس امك، الرزق بتاع ربنا. تلاقي الناس بتتصل، اللي بيسأل على رزقه، اللي بيسأل على ربنا يحنن على اللي بيحبه ولا لا، اللي بيسأل اصل انا كنت بحبه وسبته بس مش قادر، واللي يسأل طب هنقعد مع بعض، هنكمل مع بعض. نصيبه ماما، انت طول ما انت غبيه وهو متخلف عمركم هتكملوا مع بعض. تمام؟ اللي هو لا لازم تعرفي ايه، تعرفي ايه، انت وكل واحد بقى ايه، لا ده فظيع، ده انا اتصلت بيه عرف. والمذيع ايه ده انت عرفت ازاي؟ ما هو اهبل، هو بيحكي بالراحه والتاني بيستنتج فبيلعب على ضغطه النفسي فبينجح. بس هي العمليه الصياعه. اوريكم انا لو اعيش دوري للعرف. يعني بس واحد اتصل بيا بيقول ايه، مثلا محمود انا 27/6 وهي اول حاجه اقولها له انت 6 وهي 7. طب خلي بالك عشان هتحصل شويه مشاكل قدام، حاول تماين في الاول واقفل في الاخر. هي مش عناديه، هي في ضغوط عليها. خلاص، ولا اتعلمت السحر، ولا بصيت للكوكب وضربت عيني في الشمس وعينيا وجعتني، ولا الفلاشر اللي بيظهر بعد ما بتبص للشمس، ولا وجع الدماغ. لعبه نفسيه بس اللي يطلع منها ان انت بتبان فيه جهل. شعب بدا الجهل يبان فيه. ولو الاحبه وموضوع ايه اللهم لابنا الشارع. يعملوا اعلان الخبيره الفلكيه، اتصل بيها في اي وقت تقول لك برجك ايه، رزقك فين، الحجر الكريم بتاعك ايه يابا سبت ايه ربنا، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. سبت ايه ربنا؟ انت يعني سبتي ايه؟ عمالين تنتشروا. تمام؟ كل مذيع لازم كل سنه يختمها بكفر باين. تمام؟ واللي تتصل انا برج اداله السنه دي ايه؟ حاجه كان السنه اللي فاتت فظيع. لا ماما السنه اللي فاتت ما كانتش فظيع، كان عندك مشاكل، ما كنتش بتذاكري، كان ابوك وامك دايما بيتعاركوا عشان الظروف الماديه، الدنيا اللي عماله تغلى عليكم، شيء معروف يعني، مش محتاج غباء اهو. انما احنا من اول قبل راس السنه بتاعت 4 ايام لغايه راس السنه بعديها بيومين 3، او مش عارف مين الولد اللي هو اسمه فرعون ده. فرعون يقول لك لا انا راجل مؤمن، انا بتاع القران، اللي هو بردك عراف يعني. فتره دي 7 8 ايام، انا اكره 7 ايام في حياتي. جهل بيبان لشعب المفروض اقدم شعب على البشريه، بيبان جهله. هتقول لي لا هدى، اقول لك لا حبيبي، كذب المنجمون ولو صدقوا او صدفوا، صلى الله عليه وسلم الرسول ده نهاها. وين كده؟ طب احنا سيبنا ايه لربنا لما بتاع الفلك ده؟ طب ما هو طالما عارف الدنيا وفاهم وبيشوف الطالع والابراج بتخبط في بعض فوق وهو واخد باله منها، كل الاشتغاله النفسيه دي، طب هو ما غناش نفسه ليه؟ طب هو عارف يوم موته؟ طب هو عمل له يوم موته ده؟ يا جدعان ده احنا فاضل نسال العراف احنا هنموت امتى؟ اشتغالات. واتفرج مثلا على فيلم زي الانس والجن اللي هو الله يرحمه صاد راضي لما كان عامل فيها بردك دجال. زمان كنا الناس الجهله هم اللي بيروحوا للدجالين، دلوقتي الناس المتعلمه بيجيبوا الدجالين في التلفزيون ويعلموا الناس يشربوا الجهل. وتتفرج بقى ايه العيال قاعدين ولا ايه، قال الميزان لا لسه، طيب لما يوزن قول لي ايه العبط اللي انتوا فيه ده؟ بتشربوا الجيل اللي جاي جهل. خلاص بقى من الموروثات بتاعتنا ان انت تبقى جاهل، تبقى الابراج اهم حاجه. ابراج ايه؟
ويقول لك لا اصل الفلك والابراج. فلك ايه وابراج ايه؟ الفلك ده حاجه للجو والدنيا دي كلها، معرفه الايام والساعات وبتاع والدنيا دي. ابراج ايه؟ ابراج ايه دي؟ امريكا بجلاله قدرها لسه ما راحتش للمشتري. ابراج ايه؟ لا بلاش جهل حوضه، ده علم. علم. علم ايه؟ خلوني اقول كلام كفر كده. علم ايه؟ واحد عارف مستقبلي ورزقي وظروفي وامكانياتي، معبوده احسن، استغفر الله العظيم. اللهم لا لا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. سبت ايه انا الالهيه في الشخص ده؟ واجيلي بقى واحده بقى لسه ضاربه شعرها استشوار، تقول لك لا بص يا هدى هو الموضوع هزار. هزار تحت بند الشك. شك الكفر وش كده. لا لا ما الكفر خلاص هو مش كفر، هو يعرف عنك كل حاجه، فاهم عنك كل حاجه. فرق ايه عن ربنا بقى بتاعك؟ يعني فرق ايه عن ربنا؟ استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم، لا اله الا الله شمس. والله انا ما رضيتش اعمل الحلقه دي عشان انا عارف هكفر ياما. تمام؟ اعترافي ان غيري او انسان زيي عارف عني كل حاجه، واللي يقول لك لا اصل دي قدرات. قدرات ايه يا اسطى؟ قدرات ايه؟ الوحيد اللي عرف نهايته كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان راضي بيها. الوحيد اللي كان عارف ان الاسلام هينتشر بعديها كان النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ انتوا في المسيحيه يسوع كان مبشرهم انه هيموتوا ويطلع لهم بعد 30 40 يوم. ده الوحيد اللي دول اللي يعرفوا فعلا. ده انا اعترف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. الانبياء يعرفوا لان ربنا رفع عنهم موريهم، انما دول يعرفوا ايه؟ واللي يطلع يقول لك لا اصل في حروب. لا يا راجل، ويا امريكا اللي عامله في العالم ده ايه؟ واللي واحده تتصل بصي اصل انا الحبل، اصل لا انت على فكره تجتهدي وربنا هيمستعان، بس ارجوكي يعني لما تحبلي ارجوكي بلاش تبقي منفعله. يا سلام على النصيحه يا مفتح. اشتغاله. فارجوكم الاعلام بيقدم لكم جرعه من الجهل والتخلف والكفر. احنا اسمى واذكى ان احنا نشتغل نفسينا. واللي يقول لك لا اصل دي تسليه، واحد تاني يقول لك حداه. تمام؟ انت الازهر سايب مثلا بتوع الجرايد اللي هم الابراج اللي كاتبينها والحاجات دي. تمام؟ ماشي يا معلم، نبدا بنفسينا. يلا فكروا. هابي نيو يير. السلام عليكم.